بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام. الصلاة لتروي الظمآن بالإيمان، الصلاة تغيث اللهفان بالأمان والإطمئنان. الصلوات. كيف يليق بالمسلم أن يسهر على محرم ثم والعياذ بالله ينام عن ركن من أركان الإسلام؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، لأنها روضة، والله روضة لمن أحيا الله قلبه. أد الصلاة كما أمر الله بأوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله. على الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أنه ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها تصل بفاعلها والمحافظ عليها إلى الجنة، وتصل بتاركها والمتهاون فيها إلى النار، فأي طريق تريد؟ الصلاة. كم هذا الوجود يوم أن يسجد العبد لمولاه يدعوه ويناجيه يخافه ويخشاه. وركوع وسجود. يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقدر يعد. سجود وخشوع وخضوع للودود، بقيام وركوع وسجود وخشوع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخ المسلم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك الكثير من المسلمين لا يعرفون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان هذا العرض لترى بنفسك وتسمع أيضا صفة صلاة نبيك صلى الله عليه وسلم لتقتدي به في ذلك. تقوم إلى الصلاة بعد استيفاء شروطها من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة واستحضار نية الصلاة، وتحرص على الصلاة إلى سترة مرتفعة عن الأرض أو إلى عمود وجدار ونحو ذلك كما ثبت في السنة. تكبر قائلا الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه الصيغة، ولا بد أن يكون التكبير في حال القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر قائما. فإن لم يستطع المصلي القيام صلى على حسب حاله، ويأتي بالتكبير جزما
ولا يمده فوق المد الطبيعي، ويرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه إن كان إماما، وإن كان مأموما أو منفردا يكتفي بالقول والنطق، ولا يشترط إسماع النفس على الصحيح، ولكن لا بد من حركة اللسان. ثم يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، وهذه صفة، وقد ورد في السنة الصحيحة أيضا رفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام مباشرة أو بعدها مباشرة. يرفع اليدين ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها، ويجعل أصابعه حذو منكبيه. هذه إحدى الصفتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى أن يجعل أصابعه عند فروع أذنيه، فهو مخير بين هذا وهذا. وهذا الرفع يشمل الرجال والنساء. وإذا لم يستطع أن يرفع يديه لعلة في إحداهما مثلا، رفع الأخرى حرصا على تطبيق ما يمكنه من السنة. أين يضع المصلي يديه بعد ذلك؟ يضعهما على صدره، اليمنى على اليسرى، وهذا على صفتين وردتا في السنة الصحيحة. الأولى أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والثانية أن يقبض باليمنى على اليسرى. ولو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا أصاب السنة بكمالها، ويكون وضع اليدين على الصدر، ليس على السرة ولا تحت السرة ولا فوق الصدر. واختار بعض الأئمة وضعهما بين الثديين. ولا يجوز الاختصار في الصلاة، قيل هو وضع اليدين على الخاصرتين، أو وضع اليد على الخاصرة، أو الاختصار المخل بالصلاة المنافي للطمأنينة. وينظر المصلي إلى محل سجوده، ويطأطئ رأسه، ويرمي ببصره نحو الأرض. أخي المسلم، إن وضع اليدين على الصدر وطأطأة البصر والنظر إلى محل السجود هو ذل بين يدي العزيز وأدب مع الرب في الصلاة، فاحرص على هذا، وتذكر أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت.